باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. كل سنة وحضراتكم طيبين وفرحانين بحياة جديدة اتفتحت على البشرية. الحقيقة يعني السلسلة اللي احنا ماشيين فيها اسمها إنه وقت الإصلاح، والحقيقة القيامة دي ذروة العمل الإلهي اللي عمله من أجل بشريتنا الله بربنا يسوع المسيح. كلنا نعلم أن آدم هو أبو الخليقة الأولى، هو أبو الخليقة الأولى آدم وحواء، وكلنا بنقول إحنا أولاد آدم وحواء. وهذه الخليقة الأولى ربنا نظر إليها ووجد أنها حسنة، بل قال وكده وجد أنه حسن جدا. ولما ربنا نفسه اللي اتقال عليه في سفر أيوب كده إن السماء ليست بطاهرة أمام عينيه وإلى ملائكته ينسب حماقة، ده في سفر أيوب. إما ربنا يبص الحاجة ويجد أنها حسنة جدا، أعلم أنها تفوق كل ما يمكن أن تتخيل من جمال وكمال. العالم حلوة قوي وخليقة ربنا حلوة قوي، وأنت لما تتأمل في كل الخليقة اللي ربنا خلقها تجدها بحكمة قد صنعت. الوردة اللي انت بتشوفها دي جابت اللون ده منين، وجابت الريحة دي منين، وجابت الدورة الزمنية بتاعتها انها تتفتح امتى وتعمل بذور امتى وتنضج امتى وتتجدد امتى. ده الوردة. مش بحكي لك على الإنسان وكل الجمال والكمال اللي موجود في طبيعته، والإحساس والوعي والفهم والتخيل والتذوق والاختراع، كل ده رب من التراب. اوعى تتخيل ان الخليقة الأولى كانت وحشة، لا، الحياة كانت حلوة قوي، والعالم حلو ويتحب، والأشياء اللي في العالم حلوة وتتحب. وكنت طول عمري لما أسمع الكلمة اللي بتتقال في مرد القراءات لا تحب العالم ولا أشياء في العالم، ما تعجبنيش يعني. هو العالم حلو يعني، وما تروح تتفسح في حتة كده وتطلع على وش الدنيا وتشوف الجناين وتشوف الأزهار وتشوف الطبيعة وتشوف البحار وتشوف ايه ده إبداع إلهي. ازاي ما احبش الحاجات اللي ربنا عملها؟ ازاي الحاجات دي كلها نقدر نقول بعد ما ربنا خلقها ووجد أنها حسنة جدا يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم؟ ليه يا رب؟ أبدا، لسبب بسيط، لأن العالم يزول يا خسارة. فآدم أبو الخليقة الأولى كانت كل الخليقة دي يا أحبائي معرضة للزوال. طيب هو ربنا خلقها عشان تزول؟ أبدا. ربنا لما خلق الخليقة ديت وجدت لتبقى، حتى إن هو أوجد شجرة في وسط الفردوس منها يستمد آدم الحياة التي بها يحيا مع الله ويحيا إلى الأبد. وشفنا أعمار الإنسان في الجيل الأول الثاني والثالث 800 و900، شفنا أرقام جامدة أوي أوي أوي. وكان الإنسان مليان بالحيوية، مش دلوقتي كده أول ما الإنسان يتجاوز سن 40 يقول لك ده بقى كهل، و50 بقى شيخ، و60 بقى عجوز، و70 بقى مش عارف إيه. الكلام ده كله ده طبيعة الإنسان اللي ربنا خلقها جميلة ومبدعة. ونشوف أعمار الناس دي مش بس كانت كبيرة، نجد ان هم كانوا يتجوزوا عندهم 400-500 سنة ويجي لهم أولاد وأولاد أولاد وأحفاد. فالخليقة
وجدت لتبقى يا أحبائي. ولكن زي ما بنقول في القداس الإلهي: والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس. يعني العالم ده ما كانش فيه موت أبدا، ولا حاجة من الكلام اللي احنا بنشوفه الوحش ده. امال الموت دخل للعالم ايه؟ بحسد إبليس. إبليس حسد الإنسان على النعمة اللي هو فيها. ده ربنا أقام آدم سيدا على كل الأرض، ولما جاب آدم وحواء باركهما وقال لهما أثمرا واكسرا واملأوا الأرض. يعني خدوا بالكم من الوعد الإلهي وغرض الله. حتى الآن الأرض غير مأهولة ب5% من مساحتها. نشوف في أمريكا صحراء نيفادا، الصحراء الكبرى فاضية ازاي. شوف في روسيا سيبيريا أراضي فاضية ازاي. نشوف الصحراء الرهيبة في أفريقيا. في ايه ده الخراب ده؟ ما هي دي علامات اللعنة. يعني ربنا كان رسم الإنسان يملأ الأرض. طب ده احنا قلنا بشيل دلوقتي 15 مليار وكتير. حبيبي لو هي 150 مليار، لو هي 1000، الأرض تساع والخير اللي عليها يكفي ازاي؟ ما هو كانت الأرض بتعطي قوتها. امال ايه اللي حصل؟ بدل ما الأرض كانت مباركة والإنسان كان مبارك والخليقة مباركة، بسقوط الإنسان بيقول أخضعت الخليقة للبطل. ايه هو البطل؟ الله. نعرف الحق هو ربنا، والباطل ده إبليس. ليه؟ ما هو اللي حصل إن إبليس لما شاف الإنسان هيزداد رفعة، ده سمع ربنا بودنه بيقول كده: اخضعوا الأرض. ايه ده؟ تسلطوا على الأرض واخضعوها. تسلطوا على الطبيعة وعلى طير السماء وأسماك البحر وعلى كل الخليقة. الإنسان شوفوا في القداس الإلهي بيقول ايه: جعلت في صورة سلطانك. جعلت في ايه؟ صورة سلطانك. صورة سلطان مين؟ الله. باركت طبيعتي فيك، أخضعت كل شيء تحت قدمي. إذا العالم ده مش بس كان مكان وكان جمال، لا ده كان مجال يعطي فيها الله الإنسان صلاحياته كملك، بل أكثر من ملك وسيد على الخليقة كلها. الكلام ده أفزع مملكة الظلمة ومملكة الشر. وربنا كان شايف الفخ ده. ونقول كده في القداس: غرس واحد نهيتني أن آكل منه. جه ربنا قال له: بص يا آدم، قدامك شجر الأرض كلها والخليقة كلها، كله. أمال إيه؟ بس في شجرة في وسط الفردوس، شجرة اسمها معرفة الخير والشر، اوعى تأكل منها. ليه يا رب؟ يوم تأكل منها موتا تموت. طب بسيطة، عندنا 1,000,000 شجرة ودي شجرة واحدة بناقصها. لا، يجي إبليس يسمع الكلام ده، طقطق ودنه. يعني هو لو أكل من الشجرة دي موتا يموت. طب ما نخليه يأكل منها. تركت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصايا. اللي منكم بيحب القداس الغرغوري، المقاطع دي كلها موجودة فيه، قصة الضياع كله. تركت عني ناموسك برأيي، تكاسلت عن وصايا، غرس واحد نهيتني أكل منه، أخذت منه بإرادتي وحدي. أنا حد حافظ بقى؟ اختطفت لنفسي قضية الموت. يعني الموت ده مش أمر إلهي أبدا، ولا ترتيب إلهي أبدا. أمال إيه؟ فخ إبليسي واختطاف بشري. وربنا كان واقف كده. ليه؟ إن هو اسمه رئيس الحياة وملك الدهور،
يعطي الحياة ولا يعطي الموت، يعطي النور ولا يعطي الظلم. هنا ابتدى يحصل أمر خطير، إزاي آدم وحواء تجاوزوا وتعدوا الوصية الإلهية. وأول ما الإنسان يدخل في العصيان يقع في شبكة إبليس على طول. يجرب الإنسان إذا انجذب وانخدع من شهوته. فالإنسان انجذب للشجرة وانخدع، وجد أنها شهية للنظر وبهجة للعيون، ومدت إيدها حواء وأخذت وأعطت آدم بس. وهنا حصل أمر في غاية الخطورة، دخل الإنسان في التعدي وفي العصيان. واحد يقول لي طب دي حاجة وعدت، حتى الآن بتحصل كل يوم. يعني أنا عايز أدي لك مثال، الموبايل اللي في إيدك ده هو زي شجرة المعرفة، فيه معرفة الخير، ممكن تخش تطلع أناجيل وأجبية وقطمارس وقصص وسير وأفلام قديسين، وهو نفسه يجيب لك كمية خبرات شريرة ملهاش حل. كلنا بننصح أولادنا الصغيرين ما تقربوش من الحاجات دي، أو إذا كانوا الناس يعني متحضرين قوي يجيبوا أجهزة مبرمجة على حاجات معينة. طب هو ما تبصوش على الحاجات دي ليه؟ لسه صغيرين، ما يوعيش كده ويتحط لهم السم في العسل. إبليس عمل كده، حط السم في العسل، والإنسان نسي وصية الله ومد إيده وأخذ. وحصلت حاجة عجيبة، بعض الناس يفتكروها كلمة إن هو كده ربنا حكم عليه. أبدا، هو ربنا ما حكمش على الإنسان بالموت، ده كان بيحذر الإنسان من الموت. زي ما يكون طفل صغير نقول له لو مسكت الكهرباء هتتكهرب، ويجي يلمسها ويتكهرب. احنا ما حكمناش عليه، احنا كنا بنحذره. فكان كلام ربنا لآدم تحذير من هذا الأمر، ولكن للأسف آدم تجاوز التحذير والخطوط الحمراء. وما زال الإنسان حتى اليوم يا أحبائي يتجاوز التحذيرات وكل الخطوط الحمراء. ليه؟ كل وصية موجودة في الإنجيل هي خط أحمر يفصل ما بين نور الله وظلمة العالم. ولما بتيجي أنت تتجاوز الوصية بتحط نفسك في إيد العدو. يقول ربنا أهو تبعي، أنت قلت لا تشتهي وهو بيشتهي، أنت قلت لا تكذب وهو بيكذب، أنت قلت لا تشهد بالزور هو بيشهد. ده تبعي يعني خلاص أبسط سلطاني عليه. واحد يقول له البساطة دي، أقول لهم يعلم ربنا بالبساطة دي أنا اللي بختطف لنفسي قضية الموت، أنا اللي أحط نفسي في إيد إبليس وأتفاجئ بقلة البركة في حياتي وقلة البركة في بيتي وقلة النجاح وانعدام كل خير وكل راحة. ايه ده؟ دي قصة السقوط الأول بتتعاد يوميا قدام عينينا، ما أخدناش منها عبرة. لا لشيء غير إن احنا ما قرناهاش كويس. واحد يقول لي طب وانت جاي لنا في القيامة وتحكي لنا الأمر ده؟ أبدا، أنا بس بوريكم ربنا عمل إيه قدام كل الشر اللي إبليس عمله ده في الإنسان. وفعلا أخضعت الخليقة للبطل، واستوجب الإنسان حكم الموت، وانعدمت البركة من الأرض كلها. قال له ملعون الأرض بسببك ولا تعود تعطيك قوتها. كل الأمور دي كلها حصلت بسبب تعدي آدم على الوصية. ربنا كان شايف الأمر ده. تفتكروا ربنا مش كان بيحب العالم؟ ربنا كان بيحب العالم جدا، وكان بيحب الإنسان جدا، وهو أبدع في كل حاجة، كل خليقة أظهر نفسه فيها. يقول إن أمور الله غير المنظورة ترى منذ البدء، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية. كل حاجة في خليقة الله أظهرت شيء من الله.
الطبيعة أظهرت جمال الله، والأصوات أظهرت جمال الله، والنور أظهر جمال الله، والتوازن الغير عادي بين الليل والنهار أظهر انضباط الله، والجبال الرواسخ والبحار قوة الله. كل حاجة في الخليقة، في ترانيم تقول في كل خليقة رأيتك سمعتك عرفتك شكرا لك. في كل خليقة وأصبحت الخليقة دي تعبر عن الله. فإبليس اعتبر نفسه انتصر على ربنا في الموقعة دي، وبقى مين رئيس العالم من الوقت ده؟ إبليس. وتحدى المسيح لما لقى المسيح متجسد على وجه الأرض، قال له لك أعطي سلطان الأمم ومجدهن لأنه إلي قد دفع، انخررت وسجدت لي. ما كانش فنجري بقه ولا كذاب لما قال الكلام ده. فعلا سلطان العالم كله، ربنا قال على العالم كله موضوع في الشرير. وأصبحت أمور العالم بدل ما هي مليانة خير وبركة وراحة وفرح، مليانة أزمات وضيقات وحروب وغلاء وفناء وسيف أعداء. إيه ده؟ هو ده سلطان الظلمة اللي ماسك العالم كله. ربنا قاعد يبص للنموذج الحلو اللي عمله وزعل. ويتقال عليه في سفر العبرانيين كان ينبغي أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم. ربنا بقى زعلان على الخليقة، بس مش زعلان واقف سلبي، لا، عايز يفدي الخليقة دي. أول حاجة عايز يفدي منها الخليقة إيه؟ سلطان الموت اللي وقع على الإنسان. وضع لجميع الناس أن يموتوا مرة وبعد ذلك الدينونة. إزاي يطلع الإنسان من سلطان الموت؟ ليه؟ إن حياة الإنسان بقت كئيبة خالص. ونسمع كده أن يعقوب أبو الآباء لما قرب يموت يقول أنا ماض في طريق الأرض كلها. كل الأرض راحة فين؟ يقول إني أنزل إلى الهاوية نائحا على ولدي. يعني يعيش على الأرض نائح والآخر ينزل في الهاوية. طب أي حياة دي المقبولة اللي نهايتها هي الهاوية؟ وبقت طريق كل الأرض يا أحبائي، كل الأرض راح على الهاوية. تقول لي يا سلام، أقول لك طبعا مش ما هو الجميع. يقول لك ملك الموت عبر آدم وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم. يعني في ناس ما عملوش زي آدم بس ملك عليهم الموت واحنا منهم. أنا بس عشان أفهم البعض مننا خطورة الأمر ده إيه. أنا في مرة كنت رايح خدمة القرية وشفت منظر هزني وما انساهوش. بيت أنا أعرفه وواحد واقف بعربية كارو ومربط واحدة وبناتها الأربعة بإحبال وبيحطهم لمؤاخذة زي البهايم على العربية الكارو. ليه؟ قال دول بتوعي. إزاي بتوعك أنت؟ قال ما هو ده اللي أنا طولته أخده. خير يا جماعة بسأل في الحارة. قال أبوهم كان راجل تاجر بيشتري جناين، وجت البرد ضرب الجناين دي، المحصول ما جابش، واللي قدر ياخد الشادر بتاعه خده، واللي قدر ياخد محل التجارة خده، واللي قدر ياخد أرض خده، ياخد بيت خده. الراجل ده جه متأخر ما لقاش غير إن ياخد مراته وبنات. قلت له عندك حيلك. وابتدينا نسأل انت ليك كام وعليه ايه وبتاع. كل الصراخ بتاع العيلة دي بيقولوا ايه؟ احنا ما استلفناش حاجة. بس ابوك استلف. احنا ما استلفناش بس ابوك استلف. فده اللي حصل. بيقول لك ملك الموت على البشر، على آدم، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم. في موت دخل إلى العالم وملك علينا ووضع لجميع الناس خلاص. طيب ربنا كان كل تفكيره ازاي يفتدي بشريتنا من الموت، او ازاي يعطينا قوة نتحدى بيها الموت. وكان تجسد المسيح او آدم الجديد هو الإجابة. كان تجسد المسيح
اللي احنا بنسميه آدم الجديد. لازم تحفظ دي كويس قوي. ليه؟ كما في آدم الأول يموت الجميع، هكذا في آدم الجديد سيحيا الجميع. وعشان أقرب المفهوم برضو، تعال نتخيل مع بعض القصة دي. لو أن الراجل تاجر دوت، طبعا الكنيسة اتدخلت وفكنا الأم وبناتها وقسطنا للتاجر، بس طبعا الحياة كانت مؤلمة جدا بالنسبة له. تعال نفكر في العكس. لو أن أبوهم ربح من التجارة بتاعته ومن الجناين اللي هو مشتريها، كانوا يبقوا قاعدين في البيت ويلاقوا ناس بيجيب لهم فلوس. ايه ده ابوكوا كسب المكاسب دي، بس احنا ما اشتغلناش، ابوكوا اشتغل، خدوا دول، وده ايجار الشادر، وده ايجار العماره، وده ايجار المحل، قاعدين بيجي لهم خير. صح هم مجانا بعتم، ولكن بلا فضه ايضا اشتريتم. بعض الناس يقول لك وذنبنا ايه اللي حصل فينا بسبب ادم؟ اقول لك ما انت لو عرفت انت حصلت على ايه في المسيح كنت تقول يا رب ده احنا ناس محظوظين. ليه؟ اللي حصل ان ادم الجديد ابن الله جه يقول كلمة كده ناخدها عليه باستمرار، يقول ما جئت إلا لأصنع مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله، عكس آدم خالص. فأطاع في كل شيء، بيقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. ده اسمه آدم إيه بقى؟ أنا مش سامع. آدم إيه؟ ده جد مين فينا بقى؟ هو ده الكلام. كلنا بالطبيعة ننتمي إلى آدم الأول. بميلادنا الجسدي نقول كلنا أولاد حواء وآدم، لكن احنا النهاردة جايين عشان نقول ان احنا ننتمي إلى آدم الجديد. وكما في آدم الأول يموت الجميع، كذلك في المسيح سيحيا الجميع. إذن احنا المسيح جاي يعمل ايه؟ جاي يولدنا من جديد، جاي يخلقنا من جديد، جاي يعطينا حياة جديدة فيها عز وغنى ما نلناهوش قبل كده. تعالوا نقرأ مع بعض الشاهد دوت من رسالة معلمنا القديس بطرس الأولى في الإصحاح الأول عدد 3. يقول القديس بطرس في هذا الشاهد الرائع، نقرأ مع بعض. مبارك في عدد 3: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. ممكن نقرأها تاني؟ كمان مرة. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. كم واحد شكر ربنا على هذا العمل؟ ده احنا مش دريانين أساسا هو عمل ايه. الكلمات دي كلمات شكر، كلمات شكر لناس كانوا عليهم حكم إعدام وكان عليهم حكم موت. كلمات شكر. انت مش حاسس بالنقلة، لكن يحس بالنقلة قوي الناس اللي كانوا عايشين تحت الدينونة والخوف من العقاب والخوف من البحيرة المتقدة بنار وكبريت والخوف من الهوية والموضع الذي ليس فيه ماء. كل الخوف ده انتهى 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 أول ما أعلنوا إن هم مؤمنين بآدم الجديد وإن هم من نسل آدم الجديد. لو قدامك الأبين دول، أب مات مديون وساب أولاده يحملوا أثقال مريرة من الديون، وأب
أب عاش غني وساب لأولاده غنى ملوش حدود، أنت تحب تنتمي إلى مين فيهم؟ الأولاني ولا التاني؟ الأولاني مش كده؟ مين اللي قال الأولاني الفقر ده؟ مين اللي قال الأولاني؟ مين اللي يحب ينتمي للأولاني؟ بس يعلم الله جوانا في أعماقنا ننتمي للأولاني. ليه؟ كده فقر، مش وش نعمة، مش وش بهجة ولا فرحة. بس أنا عايز أكمل لكم الشاهد عشان يعني أوضح لكم الهدف من رسالة هذا المساء. بيقولوا معايا تاني كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته. ليه طلب بقى؟ هنعدلها نقول ايه؟ ولدني. عايزك تقولها بضميرك الشخصي. عايزك النهارده تاخد حاجة جديدة، تقول أنا اتولدت لآدم جديد. أنا اتولدت لآدم جديد، ما فيهوش حكم موت، ما فيهوش عقوبة، ما فيهوش هوية. ايه ده؟ أنا اتولدت لآدم جديد، أنا ما يشرفنيش آدم الأول. لأنه أورثنا عقوبة مريرة تحت سلطان إبليس، وكان مجال حياتنا كله متجه للهوية. لكن عندنا آدم تاني جديد اسمه يسوع المسيح، آدم الجديد. نقرأ الشاهد بقى، نقول ولدني مش ولدنا. يلا نقول كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدني ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. يعني إيه رجاء حي؟ ويعني إيه حسب رحمته الكثيرة؟ يعني هو اختار يديني حياة جديدة من أجل الصلاح وحده كونتني إذ لم أكن. الذي من أجل الصلاح وحده كونتني إذ لم أكن. وقول: كأب صالح تعبت معي أنا الذي ضللت. يا سلام، من أجل الصلاح بس، مش عشان أنت عينيك خضراء وشعرك أزرق وعينيك مش عارف إيه وقشرتك إيه، ما أنت خلقتك زي ما احنا عارفين. فهو مش بيحبك عشان ميزة فيك ولا فيا، هو بيحبنا إنه هو حلو. إله المحبة، إله المحبة، هو بيحب لأنه هو طبيعته محبة. شوف كده، يقول الآية اسمها إيه؟ الله محبة، وما يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. بيحب مين؟ ده ناس بيصلبوك تقول له اغفر لهم، دول ما يعرفوش. أما لو يعرفوا كان عملوا إيه؟ يا خبر أبيض، في محبة عجيبة. هذا آدم الجديد في محبة جديدة عجيبة من أجل الصلاح وحده حسب رحمته الكثيرة. احنا النهاردة عايزين نشكره. بيقول ايه بقى؟ ولدني، قولوا معايا بقى: ولدني ايه؟ ثانية لرجاء حي. يعني ايه رجاء حي؟ كلمة رجاء شيء إنسان عايزه يحصل عليه بعد فترة. بل ينبغي ان الزارع يزرع على الرجاء والحاصد يحصد على الرجاء. يعني ايه؟ الزارع بيزرع على رجاء ان هو يطلع محصول، والحاصد بيحصل على رجاء، بيحصد على رجاء ان هو يبيع المحصول ويكسب منه. فكلمة الرجاء اي النتيجة المفرحة. زي مثلا ما اكون انا شغال في شركة وكل شغلي على رجاء ان انا اخد اخر الشهر اجرتي واخد مكافأة لعملي. ده الرجاء بتاعي انا من الشغل، فبتعب وبشقى على رجاء. هو بقى ولدني لرجاء حي. ايه هو الرجاء الحي ده؟ تعالوا نشوف الرجاء الحي شكله ايه، ويمكن نسمي عظاتنا النهارده الرجاء الحي. بيقول ايه بقى؟ قولوا معايا بقى كده من اول عدد 4. قولوا معايا كده: لإيه؟ لميراث لا يفنى ولا يتدنى. حد يقول معايا ليه؟ لا، قولوا من الاول تاني. ربنا ولدني ليه بقى؟ عشان خاطر ايه؟ ميراث. مش للدينونة يعني.
طب ولما تكون ناس خايفة من الدينونة وتقول مخيف هو الوقوف أمام الله، نقول لها إيه بقى؟ أنتوا خدتوا عندكم رجاء حي ولا ما عندكوش؟ أنتوا ولاد آدم التاني ولا ولاد آدم الأول؟ ها قولوا معايا. آدم الأول كان عايش تحت الدينونة، إنما آدم التاني أعطاني رجاء حي. تعالوا كده نرسخ هذا الإيمان فيه. تقول لي أصل أنا فيا عيوب، أصل أنا وحش، أصل أنا كده. بسأل حضرتك سؤال، أنت مولود من آدم الأول ولا من آدم التاني؟ ده أنت تجاوب عن نفسك. إيمانك يقول لك لا أنا مولود من آدم، يقول لك مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعب. كل ده الشر دوت موجود ده بسبب انتسابه لآدم الأول. طب أنا جيت لا أنا أعلن اليوم أنا مولود من آدم التاني. بص بقى، عندك رجاء حي. خدته إزاي؟ لما المسيح قام من الأموات. فبيقول إيه بقى؟ قولوا معايا. لميراث لميراث لا يفنى ولا تدنس ولا يضمحل. ماله بقى الميراث ده؟ محفوظ في السماويات لأجله. كم واحد النهاردة عنده الإيمان بهذا الغنى؟ يقول لك أنا وارث، أنا وارث. لو عندك إيمان إنك مولود من آدم الجديد يبقى عندك يقين إن أنت ليك ميراث سماوي. ولأني وارث فوق في السماء عايز أروح أحصل على هذا الميراث. يقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. اهتموا بما فوق لا بما هو على الأرض. أنا ميراثي فوق. فإيمانك إنك مولود من آدم الجديد بينفي عنك فكرة الموت وينفي عنك فكرة الدينونة. واحد يقول لي إزاي؟ طب وأنا لما بعمل خطية بيحصل إيه؟ أبدا. إحنا قلنا الكلام ده كتير. قال القديس يوحنا إن قلنا أننا لا نخطئ نضل أنفسنا وليس الحق فينا، ولكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فأنت ولادتك من آدم الجديد فيها عنصر خطير. إيه؟ ما كانش متوفر في آدم الأول. آدم الأول من أول خطية اتخذ حفظه، ضاع. ورث واحد نهيتني أن أكل منه. يا نهار أبيض، دي مصيبة سوداء. آدم ده أنت مالك وماله؟ لازم روحك فيه ليه؟ أنا أعرف الناس دلوقتي النهارده كانوا بيشجعوا الزمالك زمان، دلوقتي إحنا أهلاوية. قال لك لا عشان نقعد مبسوطين. بتوع الزمالك دايما يعني مغمومين ومحزانة ومسدود نفسهم. ابتدوا يغيروا دلوقتي، يقول لك عايزين نهيص شوية ونخش في نادي بطولات. أنا النهارده بكلمك على ناس، ما إحنا بنقول الحق بقى، خليك حلو، غير بقى. خدوا بالك، احنا النهارده عندنا آدم الأول ما كانش بتاع بطولات، كان سمعته وحشة وسوابق. سمع آدم الأول كده يعلم الله وسوابق، وراح على الهوية. راجل كبير ومحترم. لا ده كان زملكاوي ماما. كانوا يلبسوا أبيض زمان. فإيه بقى؟ خدوا بالك. فآدم الأول ضاع وضيع البشرية وراه. شوفوا قاعد مستني في الهوية قد إيه لحد ما جه آدم الجديد. ويقول لك آدم وبنيه أدخلهم إلى الفردوس. آدم الجديد جاي لابس أحمر، طوب مخضب بالدم. قال له ما بال ثيابك حمراء كدائس المعصرة؟ قال له أنا جزت المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. جاي لابس ثوب مخضب بالدم، قدر يعبر بيه
وياخد آدم الأول العر ده دخله للفردوس وبقى اسمه سيدنا آدم مرة تانية. ليه؟ رجع تاني بقى للسيادة والسلطان. يقول لك نزل فكرز للأرواح التي عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة من أيام نوح. انت جبت دول كلهم يا رب وراح واخدهم ويقول فتحت لي باب الفردوس لأتنعم. ومنذ قيامة آدم الجديد يسوع المسيح رأس جنسنا اللي احنا بننتمي إليه أصبح كل الناس اللي بيموتوا في المسيح يدخلوا الفردوس. يقول كده في سفر الرؤيا في الإصحاح 15 اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح هناك يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. طب وقبل الآن قبل صليب المسيح كانت الأموات بتروح فين؟ تروح على الهوية اسمها طريق الأرض كلها. ما فيش نبي أعظم من صمويل. المحبة عرفت عين دور تحضر روحه يقول لشاول لماذا أصعدتني من الهوية؟ ده أنت صموئيل في الهوية وأبونا إبراهيم في الهوية وأبونا إسحاق كل أغلق على الجميع تحت العصيان إلى أن جاء المسيح وعتق أولئك الذين كانوا مأسورين وقال لهم اخرجوا من الجب يا أسرى الرجاء. أخذهم وفتح لهم الفردوس. عشان كده في القداس يقول بقى فتحت لي باب الفردوس لأتنعم. يعني أصبح الإنسان ساعة ما يترك حياته هنا يبقى متهلل بعد إلى مجد تأخذني. هناك يستريحون من أتعابهم وهناك ورأيت عروش وكراسي جلسوا عليها. اوعى تتخيل الرجاء الحي والميراث المبارك والعز العظيم اللي ربنا أعده لك له مثيل في حته. فاحنا النهارده بننتمي لآدم الأول ولا آدم الثاني؟ شفتوا بقى صوتكم عالي ازاي؟ أول مرة لما أنا قلت حد فيكم نطق لكن دلوقتي صوتكم عالي. لا احنا بنتبرأ من. وطبعا آدم الأول يبص لنا يا أندال. نقول لا مش أندال، ما انت ضيعت يابا انت اللي هو ربنا اشتراك زينا. ما الروس سوت بعضها. لا ده احنا اتقال عننا اللي ما اتقالش. ده بيقول كثيرون اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر. ده أشعياء ما طلع فوق شاف العرش الإلهي وجد الملائكة اللي قدام العرش بجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم ويطرون باسمه. أنت بتخش المذبح وتبص الجسد ودم الرب بعين وتاخدهم جواه. يا سلام على آدم الجديد ونسل آدم الجديد اللي أعطاهم حياة. طب والميراث ده مضمون قوي؟ مضمون إلا مضمون. شوف صفات الميراث اسمع معايا. بيقول بقى؟ قولوا معايا في عدد 4 لميراث لا قولوا معايا بالراحة كده. لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا ماله بقى محفوظ في السماوات لأجله. كل واحد منكم دلوقتي عايز يغمض عينه ويتخيل كده في ميراث ضخم بيستنيه فوق في السماء ومحطوط عليه اسمه. محطوط عليه اسمك ومحطوط عليه اسمك. مرة دخلت فرح في كنيسة في الزمالك وبعدين زي الهمج بتاع شبرا ما احنا بنعمل بنجري ونقعد لقيت الدكك الأولانية محطوط عليها أسماء المدعوين للإكليل. ده كانوا داعين ناس من رئاسة الجمهورية وناس مش عارف من حزب وناس أصحاب مستشفيات وناس بصيت كده طبعا عرفت ان انا اسمي مكتوب فين على الباب ورا. فعملت الخلف دور جريت احترمت نفسي. ده ماليش مكان هنا. انما انت تطلع في السماء. مرة جت ابني زبدي
زي اي ام تتمنى الخير لعيالها. جات لي يسوع قبل الصليب قالت له ليه طلب عندك بقى يا سيد؟ قال لها قولي. قالت له عايزه اولادي الاثنين دول وهم واقفين قدامه كده، هم الاثنين. عايزه منهم ايه؟ عايزه واحد منهم يقعد عن يمينك وواحد عن يسارك في مجيئك الثاني. بص لهم كده قال لهم اتشربان الكأس التي اشربها؟ تصطبغان بالصبغه التي اصطبغ بها؟ قال لهم طيب، اما الكأس تشربونه والصبغة تصطبغانها، وأما الجلوس عن يميني فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعطي لهم. قالت له يعني مين دول؟ قال لا ممكن ناس من المعادي، ناس من شبرا، ناس من كده. ما بص، الجلوس عن يمينه ما زال الباب مفتوح. عايزك بقى تتخيل في الميراث ان اسمك مكتوب على يمينه وعلى شماله. اهم حاجه ما تكونش مع المجموعه اياه. مين المجموعه دول؟ اللي هم اذهبوا عني يا ملاعين اللي اعرفكم. ليه؟ دولت ما عرفوش المسيح في حياتهم الارضيه اساسا. لا حبوا اجتماعات ولا حبوا قداسات ولا حبوا خدمات ولا حبوا انجيل ولا اجبيه ولا قداس. ما عرفوش المسيح على الارض. اما يقولوا افتح لنا افتح لنا، لم اعرفكم قط. انت يا رب، يا رب ده انت تعرف دبه النمله السوداء في الليله السوداء على الجبل الاسود، والشحوطه دول تقول عليهم ما تعرفهمش؟ ولو كانوا عرفوني كنت عرفتهم. يا احبائي، في مشكله للناس الذين لم ينتموا إلى آدم الجديد. خد قرارك الليلة وقول له أنا ابن القيامة يا رب. أنا من اليوم أؤمن بآدم الجديد. أنا ليا ميراث ماله إيه؟ صفاته إيه؟ لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات. إيه؟ لسه قاعد مع واحد ابوه متوفي، يعني قال لي ابويا الفقر ساب لنا الفلوس بالجنيه المصري، مع انه كان شغال بالريال والدولار. قلت له ابوك؟ بيقولوا له اسم ابوك الله يرحمه مش ابوك الفقر. قال لي ما الفلوس ما بقتش تشوى، بتضمحل. الفلوس على الارض بتضمحل. اما الميراث الابوي والميراث الابدي ماله بقى؟ صفاته ايه؟ لا يفنى، لا يتدنس، لا وعليه حماية. ايه؟ محفوظ في السماوات. ايه؟ لأجلي. عشان كده عايزين نقرأ الآية تاني. ممكن نقرأها تاني؟ احنا هناخد الإصحاح كله النهاردة، دي أول آية. انتوا فاكرين هتمشوا غير ما أخلص عليكم الإصحاح؟ اقرأ يلا. مبارك الله، قولوا معايا. مبارك الله أبا ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدني. ايوه كده، عايزك تصليها وتشكر رب، تقول له بقى انت ولدتني للخير ده، وانا خايف من الدينونه، وانا خايف اترمي في الجحيم، يا نهار اسود يخرب بيتك يا ادم الاول. ما انتقم خلاص، هو شاف سنين كوبيا في الهاويه. ما تدعيش عليه بقى، خلص بقى، ما يجوزش عليه غير الرحمه. خليك في ادم الجديد. انت تبع ادم الاول ولا جديد؟ اوعى، خليك في الحياه الجديده. انت تبع الحياه الجديده ولا القديمه؟ بتوع القديمه يرفعوا ايديهم. تلقائيه. تلقائيه، لا اكذبكم يا بعض. المهم شوف، خدوا بالكم، صحصحوا بقى، صح. احنا لينا حياة جديدة، ولدنا ثانية. انت النهاردة واخد معاك شهادة براءة وشهادة ميلاد جديدة. ما يجي ابليس يكلمك قول له لو سمحت انا مش تبعك، انا معايا شهادة ميلاد جديدة، مولود من اب سماوي وامي هي الكنيسة، وفصلت الدم دم المسيح، مكتوب في السماوات، لميراث ماله بقى؟ صفاته ايه؟ لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. ماله؟ محفوظ في السماوات. يا سلام، تحب يضيع عليك الميراث ده؟ تحب يضيع عليك الميراث ده؟ مستعد تعمل ايه عشان ميراثك ما يضيعش؟ بقى له غلاوة دلوقتي. انت اتولدت ولادة جديدة من مين؟ آدم ايه؟ الجديد اللي هو مين؟
يسوع المسيح اللي غناه كله قال لمين؟ ليا. انا مولود لرجاء حي، لميراث صفاته ايه بقى؟ صفات الميراث بتاعنا ماله؟ لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماويات لأجل. فضلكم كده اللي ليه ميراث سماوي يتفضل يرفع ايده كده. انت وقت مالكيش ميراث ولا ايه؟ ولا مالكيش ايد؟ ايوه، ولا ليه ميراث يرفع ايدك. ايوه كده. عايز العزه دي تخشك، عايز الثقه دي تخش فيك. هي دي فرحه القيامه، هي دي فرحه القيامه. تقول انا ليا ميراث، وانا ابويا السماوي غني قوي، وانا وارث عنه الغنى ده، وبعدين والغنى ده محفوظ في السماوات لاجلي. واحد يقول لي بقى ايه، في ناس فقريين برضه في الاجتماعات، ويقول لي هو الميزه الغنى محفوظ في السماوات لاجلي وانا هنا ممكن تضيع. قال لك لا، بصوا الايه اللي وراها بقى دي كده. قول كده ايه؟ ها؟ انتم اللي قولوا معايا كده كويس عشان نخلص بقى، يلا. انتم الذين بقوه الله محروسون بايمان لخلاص مستعد ان يعلن في الزمن. مره تانية ايه؟ أنتم أيوة بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. ها؟ التالتة هنقولها ازاي بقى؟ أنتم ولا أنا؟ أيوة نقول أنا بقى. العزة إن أنا أعتز ببنوتي لله. يقول يعني يقول الميراث ده محفوظ في السماوات إيه؟ لأجلي أنا. قولوا بقى معايا، أنا الذي بقوة الله محروس. ايه بقوة الله؟ ايه امال بتخاف ليه يا شملول؟ بتخاف ليه يا محروس؟ ايه؟ ايوه الايات دي ليها معنى. لو امنت انك محروس بقوة الله الخوف يهرب منك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ده انا دايما بحس كده ان يا لا وعلى مش عارف ايه. ايوه هو الهسس ده اللي ابليس سيطر بيه عليك. اعرف يا حبيبي انك انت بقوة الله ايه. اسألك سؤال، انت لما بتشتري هدية غالية وتكون رايح لحبايبك بيها، انت اللي بتاخد بالك من الهدية ولا الهدية بتاخد بالك منك؟ ليه؟ انت اللي دافع فيه. ده بقول يعني اذا كان عريس محترم من ابو هدايا، مش عرسان الفقر بتوع دلوقتي. يقول لك يعني انا بقول له عريس داخل بهديه، فانت بتبقى حريص على الهديه قوي. ولما تكون الهديه عدت ال 15 20 جنيه انت بتبقى مكلبش فيها على الاخر مثلا. خدوا بالكم، احنا بقى مش هديه مدفوع فيها 15 20 30 ألف 100. يقول لك لا بذهب ولا بفضة بل بدم كما من حمل بلا عيب. اغلى مدفوع فيك اغلى ثمن. يخاف عليك قد ايه؟ دافع فيا الدم الغالي وانا كان ثمني رخيص وبقيت على قلبه غالي وانا كان ثمني رخيص. يا ما انت تمنا الثمن ده كله. انتم الذين بقوة الله ايه؟ عايزك تآمن انك محروس بقوة الله. بس امسك في ايده، امسك في ايده، امسك في ايده بجد، امسك في ايده، امشي وراه، اسمع صوته واتبعه. يسوع عايز يحميك في حضنه، عايز يحافظ عليك. اقف صلي كله، قول له يا رب كده انا عايز احتمي تحت جناحيك يا رب. اقف صلي كده وقول له يا رب ظلل عليا بنعمتك وبمحبتك، اهتم بيا. انت بقوة الله محروسين. انا الذي بقوة الله ايه؟ محروس. ده يخشني الامر ده ازاي بقى؟ يقول ايه؟ بايمان. بايه؟ بايمان. طب لو ما عنديش ايمان كل اللي فات ده مش موجود. عشان كده احنا اسمنا مؤمنين، اسمنا مؤمنين. طولت عليكم شوية بس عايز اقول لكم نقطة جوهرية هنا. اللي انا قلت لكم النهاردة ده هو ده وقت الاصلاح. ان ربنا يغير نسبي
من آدم الأول إلى آدم الجديد، من واحد بيورثني حكم موت وعقوبة أزلية أبدية، لواحد بيورثني غنى ويورثني مجد ويورثني ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. عايزين نقف النهاردة نشكره، يمكن احنا ما شكرناهوش على اللي عمله ده كله. عايزك تقول له متشكر بجد، يعني انت يعني غيرت حياتي يا رب، غيرت طريقي وغيرت مصيري. ده انا كان محكوم عليا بالهلاك يا رب وانت انقذتني. شلت حبل المشنقة من على رقبتي يا رب وتوجتني بالمجد والكرامة. اقف صلي في قلبك كده، هو نفسه يسمع منك كلمتين يعوضوه عن آلام الصليب وآلام التجسد. ربنا يديك نعمة ويبارك فيك، والمجد لله دائما أبديا آمين.